سليم النهارده في اقدم مكان، في اقدم دور عباده موجود في مصر. نعم، في حاجه هكمل معاك الفيديو. ماشي. كان هي السميد دماغي، وكان الاول ما كانش فيه غير ايه. ايه عايز تقول ايه؟ مرة شفت العمل. يا جماعه بجد شكل المكان والحواري بتاعت المكان ضيقه قوي. المكان تحس ان انت موجود في مدينه غريبه او في دوله غريبه. الحواري بتاعته الضيقه تحس كان ان انت مش حاجه في مصر، تحس المكان فعلا غريب، كلها واخده نفس اللون. بصوا لا غريب جدا بصراحه. المميز هنا بقى ان في كم اجانب غير طبيعي، وان الناس جايه تشوف انواع الديانات المختلفه اللي موجوده في مصر، فدي حاجه مفرحه شويه. انا بقالي كتير قوي ما رحتش اماكن فيها اجانب او فيها سياح. بحس براحة نفسية بصراحة. اشمعنى؟ في مساجد، معابد، كنايس، فباجي هنا كل فترة برتاح. اوكي، الراحه النفسيه ان انت بتعرف ديانات مختلفه وحاجات مختلفه. Invece il posto dove hanno bevuto l'acqua per 3 mesi sono stato da questo pozzo, si trova a sinistra. مش في بره مدير الفنانين العالميين اسمهم حلو قوي. استنى. المنيسة ايه بس؟ دي بصراحه اول مره ادخل فيها الكنيسه المعلقه، مش عارف تبقى عامله ازاي، بس اكيد تبقى تجربه مختلفه اني اكتشفها، فمبسوط بالمكان. بس بصوا انا عاجبني قوي الاضاءه بتاعت المكان والاهتمام بالمكان. المكان فيه اهتمام سياحيا، مكان مجهز جدا بشكل غير طبيعي. كل حاجه في المكان الوان حلوه قوي، مكان فيه فايب كده حلوه، مجهز ان هو يستقبل عدد كبير قوي من السياح بشكل رهيب بصراحه. بصوا المكان المدخل بتاعه نفسه عامل ازاي. بصوا بقى مدخل المكان، انا داخل مكان حاسس انا داخل مكان فعلا مختلف قوي، والفايب بتاعته حلوه جدا. بصوا حاجه رهيبه، كل حاجه بجد معموله بتفاصيل حلوه قوي، فيه اهتمام ان هو مكان سياحي. يعني بصوا المدخل بتاعه حلو قوي، مليان اضاءه كويسه في كل مكان، في فايب حلوه هنا، الناس ممكن تقعد صراحه مختلف. دلوقتي بقى احنا دخلنا مكان جوه بقى الكنيسه نفسها. التفاصيل بتاعت كل حاجه في المكان بجد جميله ومختلفه جدا. انا حاسس بشوف حاجه جديده عليا اول مره. بصوا الالوان عامله ازاي، الوان حلوه جدا مختلفه. عاجبني اهتمام التفاصيل عامه هنا في كل مكان. بصوا الشباك ده في ناس بتيجي تقف فيه، المنظر من هنا شكله مختلف قوي بصراحه، يعني حاجه جميله قوي.
I'm a vlogger. I'm making videos on social media. I just wanna talk with you and ask you, like, is it your first time to be in Egypt? She don't understand English. Do you speak English? A little. What's your name first? Even. Evan. Okay, I'm Salim. Yeah, the first time. And how do you find Egypt so far? Hot. Very hot. Yeah, very hot. Very ancient. You know, many sites to visit. Okay. Yeah, and I have a great time here. But sometimes you need to watch out for people. Yeah. But I think China is not very hot like this. No, I think it's more hot here. More hot? Yeah. Yeah, Okay. than China. Yeah, A little- I'm come from China. I know Okay. better than Okay. Okay. How do you find Egyptians? Do you like how Egyptians talking with you and how Egyptians deal with you? I think they act very friendly, and but yeah, sometimes they may, you know, I don't know how to describe it. I think some Asians, they are not friendly like Egyptians. You're a little bit like introvert, but Egyptians are extrovert. Yes, yes. Oh, but I mean, they would say hello and ni hao to me, but then it will promote their products. Okay. Yeah, and I feel They're a promoting little products pressure to. And try to sell something. Yes, yes. And I this- feel a little pressured. And this is what you don't like. Yes. But you like when kind of. You like when people want to talk with you to get to know you. Yes, yes, yes. I like when people are, you know, Okay. nice and you know, outgoing. Yeah, Okay. that way. That's really It's nice. a- ازيكم الحمد لله. You speak Arabic? No, not. ازيكم means like how are you? How are say you? again. ازيك. 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 Yes. Okay, okay.